دي بقى عن الأسئلة اللي بتشغل كل الستات والرجالة، بس يعني الستات أكتر. أخس إزاي؟ ليه ما باخسش؟ طب أنا ليه جسمي ما بيحرقش؟ أنا باعمل كل حاجة وبرضه ثابتة على وزني. فيعني أسئلة كتير أوي وتغيرات كتير أوي بتحصل لجسم الست في كل مرحلة عمرية. هنفهم بقى كل الحاجات دي النهارده مع دكتور ريهام. هاي زينة، إزيك؟ عاملة عاملة إيه؟ إيه؟ إيه كله حلو الأخبار؟ الحمد لله. إحنا النهارده هنستغلِّك بقى استغلال يلا بُصّي، يعني أنا جاهزة. كل الأسئلة، يعني أنا حتى يعني قُلنا كده عملنا announcement يا جماعة عندنا أسئلة معانا nutritionist nutrition. جاية، إمم. يعني أيوه أنا بُصّي شُفت أسئلة، الstory. أسئلة أيوه كتير أوي جات. تحفة. وكل الناس عايزة أقول لِك إن كل الناس في الآخر هي بتتكلم في نفس الحاجات، يعني إمم. نفس الحاجة، أنا مش عارفة أخس. طب قولوا لي أعمل إيه؟ ليه ما إمم. باخسش؟ هي نفس السؤال وأنتِ أكيد ده بيتسأل لِك 24 ساعة في أنا عندي اليوم. مشكلة إن الناس عارفة الإجابة، آه. بس الناس ما بتعملش. هي دي المشكلة. هو يعني كل الناس اللي باعتة لي اللي هو اسأليها إمم. يعني ينفع إيه الحل إن أنا آكل وأخس، اللي هو طبعًا. اللي هو إيه ده يا أيوه. حبيبتي اللي هو ما فيش حل أيوه. تاني يعني. بس يعني هنسأل النهارده على الحاجات اللي هي ممكن تكون يعني hidden شوية. hidden شوية آه. أو يعني اكتشفناها مع تقدُّم بقى العلم والحاجات دي، إن هو إمم. الموضوع مش موضوع هو الdiet اللي بتاخديه وشوية كُلي فراخ وسلطة فهتخسي. صح. لأ، في حاجات اكتشفناها والحمد لله إن إحنا اكتشفناها صح. عشان يعني تساعد الناس، لإن فعلًا كان في ناس كتير أوي بقى لها سنين إمم. stuck ومش عارفة تعمل إيه، وطلع في الآخر إن هي أسباب عضوية، نفسية، حاجات كتير. صح. فأبتدي معاكِ بقى إمم. بدايةً كده، هل فعلًا جسم الست إمم. قابليتها للتخن بتتغيّر في كل مرحلة عمرية؟ بتتغيّر، لإن إحنا عندنا based على hormones، في hormonal changes بتحصل معانا كل ما بنكبر، إمم، وفي كمان loss للmuscles بيحصل. يعني بُصّي، هو القصة مش في قصة بس السِن، هو قصة أنا باتعامل مع السِن بتاعي ده إزاي. إمم، يعني وأنا في ال20 بابقى active وحركتي عالية وباروح وباجي، باخلّي بالي شوية من صحّتي وباحاول أشرب مَيّة، لإن دي الhabits اللي أنا اتعودت عليها من وأنا صغيرة. اهم، بعد كده مع الضغط بتاع الحياة أنا مش بابقى لاحق أعمل أي حاجة. فحركتي بتقل، ما باتمرّنش، الmuscles اهم، بتاعتي automatically كل سَنة باخسر around مثلًا 6%. باكل بقى junk food وباتعرّض للعوامل بتاعة الحياة والstress والhabits اللي غلط، فبالاقي في imbalance بيحصل في الهرمونز بتاعتي، سواء بقى أنسولين، كورتيزول أو حتى sexual hormones بتاعتي، بتأثّر على إن أنا كل فترة بالاقي إن أنا عمّالة بازيد. طَب ده أنا كنت باعمل نفس الحاجة آه، وكنت باخِس عليها. ما هو أنتِ برضه جسمِك ليه طاقة، كإنها عربية. إمم، العربية دي طول ما أنا بادّيها بنزين كويس ونضيف، طول ما هي شغّالة والموتور بتاعها تمام. إمم، طول ما أنا بادّيها بنزين مش مناسب ليها، هتيجي فترة وتعطل. إمم، هاقول ما أنا كنت باسوق على نفس السرعة، لأ، ما هي خلاص ليها عُمر اهم، افتراضي، جسمك برضه ليه عُمر افتراضي. فلو أنا محافظ عليه حتى لو ما في ناس على فكرة في 60s سواء ستات أو رجالة، وبجد أجسامهم كويسة جدًا وصحتهم كويسة، ما عندهمش أمراض ومحافظين على شكل جسمهم. اهم، ليه هنا ما نقولش إنه السِن factor في القصة، لإن في factors تانية متضبّطة. أوكي. ف فهو يعني هي قصدِك إن إحنا نبتدي بقى من حاجات وقائية من زمان، فاللي هو عشان لمّا أوصل أصلًا لسِن ال50 أو 60 يبقى بالضبط. العربية شغّالة شغّالة تمام، كويس، أيوه. فاعمل لها صيانة باعمل بالضبط لها صيانة كده. على طول. طيب قولي لي يعني عايزة أتكلم عن الحتّة النفسية بقى، إمم. موضوع الemotional eating إمم. يعني إن أنا الأكل العاطفي، إمم. أنا لمّا بازعل باكل، إمم. لمّا باتبسط باكل، صح. إيه سببه؟ يعني هاقول لِك إيه سببه، سببه إن البني آدمين أو الستات بالذات مش بتعرف تعبّر عن الemotions بتاعتها. إمم، فاتّخدت كسياسة تعويضية إن أنا باكل عشان الأكل بيطلّعني من الحزن اللي أنا فيه. إمم، أنا بافكّر في مشكلة فالأكل لهيني شوية عن المشكلة. طَب تيجي تسأليها تقولي لها طَب بعد ما كلتِ الأكلة اللي أنتِ كنتِ بتcrave عليها دي المشكلة اتحلّت؟ إمم، لأ. زعلِك راح؟ لأ، لأ. إمم، يبقى معنى كده إن أنا باهرب. إمم، فاهم، أنا واخدة الأكل as إن هو pleasure، هو فعلًا الأكل متعة عند البني آدمين. فأنا مش عارفة أحل المشكلة بتاعتي، أو مش عارفة أعبّر عن الemotions بتاعتي، أو مش إمم، عارفة أقعد مع نفسي، ما فيش حد بيقعد مع نفسه. إمم، عشان كده بقى في therapists كتير دلوقتي وtherapy بقى يعني داخل في الculture بتاعتنا كتيرة، لإنه بجد الناس مش عارفة تواجه نفسها. أنتِ عارفة إن أنا في الclinic عندي مثلًا لو جيت سألت واحدة أنتِ عايزة تخسّي ليه؟ عمرها ما بتقول لي عايزة تخس عشان نفسها.
بجد؟ يعني اهم. نقول مثلًا 70% عشان ما نبقاش بنعمم، إمم. 70% من الستات اللي عايزة تخس من وهُم صغيرين وهُم كبار. عايزة تخس ليه؟ ما سمعتش واحدة بتقول أصل حاسة إن أنا محتاجة آخد بالي من شكل جسمي، اهم. أصل حاسة إن أنا محتاجة آخد بالي من صحتي. في دايمًا bullying، في دايمًا comparison بناس، في دايمًا standards لجمال معيّنة هي أوكي. حاصرة نفسها في الحتّة دي، فهي عمّالة تضغط على نفسها. في راجل في حياتها سواء إن هو بيقول كده عشان يشجّعها أو بيقول كده عشان هو مش عاجبه شكلها، فأيًا كانت إمم. الطريقة، فهي خدتها على قلبها أوي إن هي لازم تبقى مش عارفة إزاي. الأهالي مثلًا شايفة بنت خالتِك عاملة إزاي وأنتِ إمم. مش عارف إيه. في الشغل ناس عايزة مظهر معيّن وأنتِ مش representable للقصة دي عشان شكل جسمِك. فكلّها برضه جاية من حاجات من من جواها جوّه. إمم. فيها خوف وفيها هرب. إمم. أنا خايفة، أنا عندي مناسبة فأنا لازم أخس قبل المناسبة ليه؟ عشان شكلي في الفستان يبقى حلو. طب وشكلِك في الهدوم اللي أنتِ لابساها دلوقتي مش حلو؟ إمم. حلو، بس أصل أنا خايفة وأنا في الفرح هيبقى في بنات الناس رفيّعة هتقول والناس بتاع هتقول إن أنتِ. أوكي. مش عشان هي عايزة تعمل كده. فإحنا بقى لازم نرجع للcore بتاع المشكلة أصلًا. أنتِ لمّا بتحسّي بحاجة، حل الحاجة دي مش هو الأكل. إمم. طب إيه؟ في حاجات بقى تانية تعمليها عشان أنتِ تعرفي تنفّسي عن الحاجة دي. يعني الwalking بيطلّع negative energy، الbreathing techniques بتطلّع negative energy. إن أنتِ تمام لو أنتِ حاسة إن أنتِ عندِك traumas معيّنة أو الrelationship بتاعتِك سواء مع الأكل أو سواء مع اهم. نفسِك أو كده، تلجئي لموضوع الcoaching أو الtherapy. إن أنتِ يبقى عندِك روتين، إن أنتِ تبقي حد شوية بتركّزي على الpositive part اللي موجود في الحياة، مش عايشة دور الضحية أو إنه الظروف وأصل مش إمم. عارف إيه، لأ أصل مش هاعرف أتمرّن، أصل مش هاعرف أصحى بدري، أصل مش هاعرف أحضّر الlunch box. طب والناس اللي بتعمل كده؟ بتعملها ما هي إزاي؟ بتعمله. ما أنتِ إمم. لو ما اخترتيش إن أنتِ تتعبي شوية وتعيشي الpain بتاع الeffort اللي أنتِ عايزة تشوفي منه success، غصبٍ عنِّك هتستحملي الpain بتاع الfailure إمم. اللي هيحصل. طب أنا إزاي أصلّح علاقتي بالأكل؟ إمم. يعني أول حاجة، إمم. أول حاجة أفهم إنه الأكل مش هيحل لي مشكلة معيّنة، إمم. مش هيطلّعني منها، مش هيضيّع الemotion اللي أنا حاساها. هو حاجة مجرّد إن هي بتعمل لي instant pleasure، فلازم أدوّر على alternative. بديل يعني. إمم. أنا هاشوف إيه البديل اللي بجد بيطلّعني من الmood، إمم. وبيطلّعني إن أنا مثلًا أنا اليوم كُلّه أنا تمام. مش وقت ما خلّصت حتّة البيتزا اللي أنا كلتها بعديها قعدت أعيّط عادي. أوكي. فاهمة؟ أيوه. دي أول حاجة. تاني حاجة لازم أفهم إنه بجد الأكل وظيفته إن هو يعيّشني. إمم. لإن في ناس كل هَمّها في الحياة هي عايشة عشان تاكل، عشان هو تاكل. العكس. إمم. إحنا بناكل عشان الأكل ده هو الfuel بتاعنا أو الغذا بتاعنا اللي بيدّينا الenergy اهم. أو بيعمل الfunctions اللي المطلوبة في جسمنا إن هو يعملها عشان يعيش. أوكي. فلازم أنا برضه أعمل القصة دي. تالت حاجة بقى، في ناس بجد بتخاف من الأكل. يعني هي بيبقى نِفْسها أوي إن هي تاكل الأكلة دي، بس هي خايفة الأكلة دي تتخنّها، فالcravings بتزيد عندها أكتر، فعلاقتها بالأكل بتسوء. فبدل ما تقدر إن هي تcontrol نَفْسها إن هي مثلًا ما تاكلش الحتّة دي، تلاقيها على آخر اليوم طلبت بيتزاية كاملة وعمّالة بتاكلها حتى وهي مش جعانة. أنتِ قصدِك إن أنا نفسيًا psychologically يعني لمّا باحرم نفسي من حاجة، طبعًا الجسم بتزيد. بيدّي signals أو حاجة إن أنا باكون عاوزاها أكتر؟ عاوزاها أكتر طبعًا. إمم. لإنه بُصّي، أنا مثلًا في الsystem بتاعي مع الclients بتوعي ما عنديش cheat meal خالص ولا cheat day ولا أي حاجة من الحاجات دي. إمم. ليه؟ لإن هُم لو عايزين حاجة، لو نِفْسهم راحت على حاجة within الأسبوع عادي، هُم معاهم الصلاحية إن هُم ياكلوها. أوكي. وعارفة لمّا بتعملي كده، هُم أصلًا ما بيجيش في بالهم حاجة ياكلوها إمم. بجد. الممنوع مرغوب يعني. بالضبط، إلا أوكي. لو هُم مثلًا في event، في عزومة، فمش عارف إيه، إمم. فهُم عارفين هُم هياكلوا إزاي. بس أوكي. فكرة إن أنتِ بجد تقولي لحد أنت طول الأسبوع بتاكل الأكل ده عشان تيجي آخر الأسبوع تكافئ نَفْسك، دي برضه مشكلة كبيرة أوي. إن البني آدم يبقى فاكر إن هو بيكافئ نَفْسه بالjunk food. وإن كإنه الlifestyle اللي عايشه ده عقاب. ده عقاب، إمم. بالضبط. ما هو إمم. من كتر ما الناس بقت بتnormalize فكرة إنه الjunk food ده هو العادي، وهو ده اللي إحنا اتربينا عليه، وهو إمم. ده الأكل اللي أنت المفروض تاكله. أكل البيت العادي اللي هو الرز والخضار واللحمة والفراخ اللي هم معمولين بأقل حاجة دول، بقوا بالنسبة للناس عقاب، أكل بقى طعمه وِحِش. إمم. فاهمة؟ رغم إن هو ده الأكل العقاب. اللي بجد لو أنت استطعمته هتلاقي إن هو ده اللي حلو، هو التاني المفروض ما لوش هو ده طعم. اللي أحسن. آه. بس عشان أنت فاهم إن أنت ممنوع منه. إمم. فاهمة؟ يعني هو لو واحد أكل أكل البيتي إمم. بكميات معتدلة طبعًا، ومش بقى فكرة الحرمان، هيخس؟
آه طبعًا، إمم، بس الأكل ده factor. اهم، يعني الناس زمان كانت ورقة الدايت هي اللي بتخسِّس، الcalories in and out هو اللي هتاخد calories قد إيه، intake وجسمك هيحرق قد إيه، هو ده اللي بيخسِّسك. إمم، دلوقتي بقى مع تطوُّر العلم زي ما أنتِ بتقولي، لأ ده في قصص تانية بقى. إمم، تعالَ بقى شوف الlifestyle بتاعك عامل إزاي، تعالَ شوف الهرمونز بتاعتك عاملة إزاي، تعالَ شوف الحاجات الchronic اللي بتحصل لك نتيجة حاجة habit واحدة مثلًا أنت ممكن تكون بتعملها غلط، بتأثّر لك إزاي، منها مثلًا الكورتيزول، بقى أشهر آه، حاجة دلوقتي أيوه ده trend إحنا trend بتاع دلوقتي موضوع الكورتيزول ده، طبعًا، مع إن إحنا بقى لنا 5 سنين بنتكلّم في إمم، كورتيزون ما حدش مهتم، ما حدش بيتكلم فاهمة؟ غير لمّا بدأوا يعملوا diets ما بيخسّوش، إمم، بيعملوا رياضة وما بيخسّوش، بيعملوا تحاليل مقاومة بقى أنسولين والكلام ده وما بيخسّوش، لحد ما فهموا إنه في حاجة اسمها كورتيزول بجد بتأثّر. إيه بقى الكورتيزول ده؟ بُصّي، الكورتيزول ده stress هرمون، إمم، يعني الهرمون اللي بيتفرز في الجسم لمّا أنت بتبقى تحت أي stress. اهم، stress بقى عصبي، ذهني، نفسي، overthinking حتى ده بيترجم stress، قلة نوم، إمم، سهر، ده إمم، بيترجم stress. ماشي، ماشي؟ عشان كده دايمًا في link بين الquality of sleeping والcortisol level. الناس اللي بتسهر أو الناس اللي بتنام نوم متقطّع أو ما بتعرفش تنام كويس وفاكرة إن ده عادي، لأ ده مش عادي. يعني إمم، إحنا هنتكلّم في المشاكل بتاعة النوم، بس قصدي إنه ده بيخلّي الجسم طول الوقت محطوط في stress. أنا طول الوقت cortisol هرمون بتاعي عالي. بيحصل لي إيه لمّا cortisol هرمون إمم، بيعلى؟ أول حاجة ممكن أكون عُرضة لtype 2 diabetes إن أنا ييجي لي سُكّر نوع تاني. أوكي، ماشي، لإن الكورتيزول والإنسولين في علاقة بينهم جامدة جدًا، لو ده عالي ده عالي والعكس. يعني الكورتيزول لمّا بيعلى الأنسولين بيعلى، الأنسولين بيعلى، عشان كده لمّا أنا باكون ده التفسير بتاع لمّا أنا باكون stressed ليه أنا باcrave أكل، أنا مش جعان، إمم، لإنه أنا لمّا الكورتيزول بيبقى عالي، الإنسولين بيعلى بيقلل سُكّر الدم. فبتكوني عايزة تاكلي حاجة حلوة، بابقى عايزة آكل حاجة أوكي، مسكّرة، إمم، ده اللي بيحصل للستات في الوقت برضه بتاع الperiod. هو أنا ليه قبلها ب3 أيام أنا بيبقى عندي cravings رهيب ناحية الsweets. إمم، برضه الهرمونal changes اللي بتحصل بتأثّر على الإنسولين، فالإنسولين بيعلى، بيعلى، فالsugar level بيقل، فأنا طول الوقت أحس إن أنا ريقي رايح على حاجة مسكّرة، أنا عايزة آكل حاجة آه، مسكّرة أوكي، أو carbohydrates لإن هي إمم، برضه بتتّرجم في جسمي as إن على هي سُكّر، sugar، إمم، فاهمة؟ فدي الprocess اللي بتحصل، أنا ليه under stress باحس إن أنا عندي cravings، إمم، دي حاجة chemically بتحصل جوّه جسمك أنت ما لكش يد فيها. الresponse بتاعك بقى أو الاستجابة بتاعتك للقصة دي هي اللي مهمة. إمم، تمام؟ طيب خلّينا نكمّل الأعراض بتاعة بتاعة الكورتيزول، الكورتيزول، إمم، أول حاجة ممكن ييجي لي type 2 diabetes كده هيبقى عندي مشاكل في النوم، أنا مش هاعرف أنام كويس، الpuffy face بقى أو الmoon face الmoon اللي هُم face ده وش بيسموها القمر، تلاقي هي عادي آه، جسمها قد أوكي، كده آه، وبجد وشّها بتصحى بيه منفّخ. إمم، water retention في أجزاء من الجسم، بالذات الحتّة اللي عند الدراع، الحتّة اللي عند الرجلين، الhips، تبتدي إنه بجد أنا جسمي حلو وأنا حاسة إن دي مش fats هو أنا ليه الحتّة دي منفّخة؟ الناس أوكي، بتفتكر إنه جسمها بيخزّن fats في الحتت دي أكتر، لكن هو مَيّة أصلًا، وهو بيبقى water retention. إمم، الشعر يبتدي يرفع أوي ويبتدي يُقع ويبتدي اهم، يتكسّر. في بقى مشاكل severe شوية بتيجي في الjoints، المفاصل بتاعتي تبتدي توجعني، أحس إن أنا همدان، تعبان، مش قادرة أعمل أي مجهود خالص. الmood بتاعي ده طبعًا في mood swings على مدار اليوم، وممكن في ناس ييجي لها depression بسبب إن الcortisol level بتاعها على طول عالي. بس أنتِ دلوقتي يعني الكورتيزول ده اللي أنا فهمته منِّك إن إمم، هو أنا باتعرّض لضغط، إمم، الكورتيزول بيعلى، إمم. هل هو بقى ممكن أدخل في مرحلة إن هو يبقى chronic يعني إن أنا آه طبعًا، في حتى لو حاجة stress صح؟ طبعًا، ما اهم، هو لو الstress راح معنى كده إن أنا عالجته، أوكي، فاهمة؟ هو بيبقى chronic عشان أنا عِشت فيه، فده بقى اسمه chronic stress، ده إمم، اللي بيجيب لي inflammation في الجسم، اللي إحنا كنا إحنا بنتكلم بنتكلم فيه، عليها قبل لإن كده. إحنا دلوقتي كل شوية يعني يطلع اشربوا حاجات عشان تقلل الinflammation آه، عشان هو إيه بس إيه الinflammation ده؟ الinflammation وإيه علاقته بالوزن ما حدش فاهم يعني ماشي يعني إيه inflammation؟ inflammation يعني التهاب، يعني أنا جسمي يبقى جواه التهاب، التهاب فين بقى في أنهي في جزء؟ أي حتة مش فارقة. مش أوكي، فارقة، هي الcells بتاعتِك ملتهبة، organs ملتهبة، ممكن يكون في جهازِك الهضمي، ممكن إمم، يكون في جهازِك التنفسي، ممكن يكون في الجهاز الدوري، في القلب والحاجات دي. طب وده إيه ليه ما علاقته أنا بالوزن؟ هاقول لِك، الinflammation بقى أو الالتهابات علاقتها إيه بزيادة الوزن؟ إن إمم، هي برضه بترفع الكورتيزول أو الstress هرمون في الجسم، فبالاقي برضه إن أنا جسمي بيزيد الfats بتاعته، بيعمل water retention. أنا أعرف بقى الinflammation دي جاية لي إزاي أو الالتهابات اللي في جسمي دي بتيجي إزاي. في حاجات ليها علاقة بحاجات بتخش جسمي،
حاجات بتتفاعل مع جسمي أصلًا، وحاجات ليها علاقة بالlifestyle بتاعي. طَب إيه اللي بيتفاعل مع جسمي؟ أي حاجة باكلها، باشمّها أو باحطها على جسمي فيها toxins. إيه اهم. الtoxins؟ مواد سامة. إمم. المواد السامة دي mainly بتبقى chemicals، بتبقى كيماويات، يا إما حاجات داخلة في الأكل، يا إما في الأدوات بتاعة الطبخ اللي أنا باطبخ بيها. يعني مثلًا أنا ما ينفعش أطبخ بالحاجات البلاستيك ولا إمم. الحاجات السيليكون، ما ينفعش تتعرّض لheat إمم. أو حرارة. ما ينفعش مثلًا العلب اللي أنا باحط فيها الحاجات في التلاجة تبقى بلاستيك، ولو كانت بلاستيك لازم البلاستيك ده يبقى ليه درجات معيّنة أو ليه مواصفات معيّنة، إمم. وما ينفعش أسيبها في التلاجة أكتر مثلًا من يومين 3. فأنتِ فاهمة بقى إحنا دي بنعمل لفة إيه؟ طويلة أوي. آه، اللي إمم. هو أنا هنا مش باكلّمِك في إنه أنا أكلات بتسبب التهابات، لإنه في أكلات بتسبب إمم. التهابات أغلبيتها الأكل الfried والأكل اللي فيه الأكل سُكّر ودقيق المقلي. أبيض، إمم. الأكل المقلي أو الوجبات السريعة عامةً، لإن برضه بيبقى فيها زيوت مهدرجة كتير، مش لازم يكون بس معمول له قلي يعني. الحاجات اللي فيها سُكّر ودقيق أبيض بالمشتقات بتاعتهم كلّها، الحلويات والمعجنات والمخبوزات اللي معمولة من دقيق أبيض ومن سُكّر أبيض، دي أكتر حاجة بتعمل التهابات في الجسم. والأكل المُصنّع، يعني دول اللي هم إحنا عارفين، إحنا متعارف عليهم إن هُم متأكدين بيعملوا التهاب. إن الحاجات دي لو دخلت جسمي هتعمل بس دي التهابات. بتعمل التهاب لكل الناس والّا في إمم. أجسام معيّنة ممكن لأ، يعمل لها التهاب؟ هي من مسببات الالتهابات في الجسم لأي حد، إمم. راجل، ست، كبار، صغيرين، مش أوكي. فارقة. إمم. تمام؟ فده الأكل عادي. الأكل بقى حتى لو كان صحّي، لو أنا باطبخ في حاجات مش مناسبة، لو حاجات بلاستيك، لو حاجات سيليكون، كل الحاجات دي بتتفاعل مع الأكل والأكل ده بيدخل جسمي. اهم. فدي برضه حاجة لازم أنا أبتدي أبدِّلها في المطبخ بتاعي. نيجي بقى للقصة التانية، الحاجات اللي بتلمس جسمي، اهم. الskin care products بتاعة التجميل والمكياج والlotion والشامبو طب ما الحاجات دي والكريمات. يعني الحاجات دي بتعمل التهاب؟ ما هو طبعًا، ليه؟ طبعًا. عشان هي أولًا داخل فيها chemicals، أنتِ مش إمم. هتلاقي إنه أغلب الproducts اللي إحنا بنستخدمها مش كلّها organic ولا كلّها طبيعية. إمم. تمام، في حاجات داخل فيها chemicals، الchemicals دي بتتفاعل مع جسمِك، وفي كمان اللي هي الcontainers اللي هي بتبقى فيها، العلبة اللي فيها آه. الحاجات دي، في حاجات كتيرة بلاستيك، البلاستيك ده ما ينفعش إن هو يتحط فيه حاجة أصلًا. أيوه بس إحنا كده يعني إمم. فين؟ هنعمل إيه؟ مش في هنعمل الحياة. ما أنا هاقول لِك، ما آه. هو طبيعي، طبيعي عادي. ما هو أنا واحدة أهو في الwellness field والnutritionist ودي آه. يعني شغلتي وعارفة المعلومات دي وباستخدم الحاجات دي عادي، بس مش لازم أنا حياتي تبقى مُعتمدة على كل الحاجات دي، أو أبقى باختار مثلًا حاجات products مثلًا أو منتجات في حاجات إزاز. أوكي. فاهمة حاجة؟ آه. مثلًا أنا مش هاعرف أستغنى عن الskin care routine بتاعي إن هو يبقى في الأزايز دي، بس أقدر إن أنا الطبخ بتاعي أجيب حاجات حاجات صحية أكتر. إمم. فهو مش معنى إنه الحاجات دي كلّها، ما أنتِ هاقول لِك على حاجة، أنتِ لو ماشية كل حاجة مضبوطة، أنتِ مثلًا ساكنة في حتة قريبة من مصنع، أنتِ مثلًا عوادم إمم. السيارات، ما هو كل الحاجات دي فيها heavy metals أو معادن تقيلة إمم. بنستنشقها، رصاص بقى وزرنيخ أوكي. وحاجات كده. فلو أنا حتى بُصّي لو عملتِ أنا إيه برضه أنتِ ماشي مش محاطة باكل بيهم. أكل organic أوكي. ومحافظ على كل حاجة، إمم. أنا في برضه إمم. surroundings أو في أوكي. محيطات حواليكِ حواليّا هي اللي بتعمل كده. بتخلّيني في lifestyle إمم. cortisol level على طول عالي. أنا دخلت هنا في chronic stress، أنا الضغط بقى عندي مزمن، فده يعمل لي inflammation في جسمي أو يعمل لي التهابات. يعني هُم البيضة والّا الفرخة؟ يعني هو كل حاجة connected ببعض. كلّهم عاملين كلّهم كده، فأنتِ آه. ده بيبدأ بده فأنتِ وده بيعمل. لازم تbalance أوكي. لإنه أنتِ هتلاقي دلوقتي أنا قُلت لِك في الأول لو في inflammation بتلاقي cortisol آه. عالي، وبعد كده دلوقتي وبتلاقي الكورتيزون لمّا عالي. الcortisol آه. بيعلى ويبقى chronic بتلاقي إن inflammation الinflammations عالي. بتزيد. إمم. الكافيين، باشرب كافيين كتير جدًا، لازم أlimit الكافيين intake بتاعي لإنه ممكن يعمل لي التهابات. كافيين بقى شاي، قهوة، ماتشا، شاي أخضر، أي أوكي. حاجة إمم. كافيين لازم أقللها، ولازم ما أخلّيهاش قبل النوم، يعني أقل حاجة 6 ساعات مثلًا. لو أنا مش باتحرك كتير، لو أنا مش باحسّن الدورة الدموية بتاعتي، أنا هنا بقى عندي مشكلة، لإنه الأساس بقى في تصريف الالتهابات دي lymphatic drainage أو التصريف الليمفاوي. إحنا عندنا الجهاز الليمفاوي ده اللي مسؤول عن خروج طب استني، السوائل. لأ أنا عشان بس ناخدهم واحدة واحدة كده عشان ما اتوهش منِّك. يالّا. إحنا دلوقتي الكورتيزول والinflammation آه. أنا عايزة أعرف ناخدها مرحلة، مرحلة. أنا أعرف منين؟ في تحاليل؟ في حاجة؟ في تحاليل للكورتيزول طبعًا، أوكي. طبعًا. دي بتبين إن أنا الكورتيزول عندي عالي أو مش آه، عالي. آه.
طيب والinflammation برضه في في الالتهابات؟ في حاجات بقى زي سرعة ترسيب وحاجة C-reactive protein وكده، دي بتبيّن inflammations أو التهابات موجودة. كل حد بيبقى ليه تحاليل معيّنة، يعني في حد أنا ممكن أطلب منه تحليل واحد، أوكي. وفي حد ممكن أطلب منه كذا تحليل على حسب الحالة اللي بتيجي بتقول لِك أنا باشتكي من 1، 2، 3، 4، فأنتِ بتقولي لها أنتِ محتاجة كذا. طيب إحنا كده عرفنا الأسباب، إمم، كورتيزول، التهابات، عرفت إزاي إن أنا أقدر أحددها بالتحاليل. طب العلاج بقى، إمم. هاعمل إيه؟ عايزة نتكلم في علاج الالتهابات والّا مش عارفة، ما الكورتيزول؟ هُم كلّهم كده، داخلين في كده بعض، كلّهم يعني هُم زي بعض. داخلين في بعض العلاج بُصّي، كلّه. علاج الالتهابات سهل جدًا. المفروض إن أنا أضبّط الlifestyle بتاعي، يعني إمم، شُفتِ إحنا قعدنا نقول الأكل والskin care products والحاجات دي، إمم، لو أقدر إن أنا أقلل أو أعمل بدايل دي حاجة حلوة جدًا. ماشي. في الأكل اللي أنا عارف إن ده أكل بيسبب التهابات، اللي هو الأكل المقلي، الأكلات المصنّعة، الحاجات اللي هي فيها سُكّر ودقيق أبيض، كده، كده أبعد عنها. دي حاجة كبيرة جدًا، أنا يوم ما هاقطعها بجد أنا هالاقي إنه الأعراض بتاعة الالتهابات دي قَلِّت جدًا في جسمي. أنتِ أعراض الالتهابات دي مش موضوع وزن بس، هي أكيد بتعمل تعب تاني. لأ، هي بتأثّر على إمم، كل حاجة في جسمِك، إمم، يعني عارفة لمّا تبقي أنتِ مثلًا تحاليلِك تمام وvitamins وminerals بتاعتِك تمام وكل حاجة، وأنتِ بجد تبقي صاحية كل يوم من النوم، أنتِ مفاصلِك واجعاكِ وعضمِك إمم، واجعِك ومودِك وِحِش ومش اهم، قادرة تقومي من السرير، مش عارفة تعملي أي مجهود، مناعتِك ضعيفة، بييجي لِك أمراض من أقل حاجة، كل ده بسبب inflammation أو أوكي، الالتهابات، إمم، يعني هي مش حاجة سهلة. إمم. يعني إنه أنا بازيد في الوزن أو إن أنا مش عارف أقِل في الوزن دي حاجة من إن ضمن هي مش حاجات رفاهية، كتير. يعني هي حاجة مش لا عشان طبعًا، شكلي ولا عشان مش عارفة إيه، لا هي حاجة طبعًا بتأثّر مش عليَّ. رفاهية، إمم، حاجة بتأثّر على صحّتي ككُل، إمم، مش إن أنا بس عشان مش باخِس بسبب الالتهابات فأنا خلاص كده لازم أركّز معاها، إمم، لأ ده أنا الطبيعي إن أنا أركّز معاها. أوكي، ماشي، فهابتدي أضبّط الأكل بتاعي، هابتدي أبعد عن أي حاجة فيها chemicals وابتدي أركّز مع الlifestyle بتاعي، أتحرّك، أزوّد اهم. شوية حتى لو الحركة دي مشي، مش لازم يعني أروح الgym فأنتِ موضوع وأتمرّن الحركة وكده. دي برضه لإنه في دكاترة تقول لِك لو موضوع الالتهابات والكورتيزول، إمم، لأ ما تلعبيش رياضة يعني فيها بقى أوزان وفيها اعملي حاجات بسيطة، ليه؟ وفي ناس تقول كده ما مش عارفة. بُصّي، ما هاقول لِك على حاجة، كده، كده الرياضة بتاعة الأوزان بتتّرجم إن هي high intensity training أو تمرين شدته عالية، إمم، تمام؟ أنا مستحمل الشدة دي والّا باخد شدة أعلى من اللي جسمي يقدر يستحملها؟ هنا أوكي، بقى هنقول هو هنا هيرفع كورتيزول والّا مش هيرفع؟ الطبيعي الستات تكون أصلًا عندها muscles كفاية أو عندها عضلات كفاية، إمم، لإن هو ده اللي هيحميها بقى من علامات التقدم في العمر، وهو ده اللي هيخلّي حرقها يفضل شغال عادي، وهو ده اللي هيضبط الsexual hormones بتاعتها أو الأستروجين وإن هي تبقى شباب أكتر، الmuscles العضلات. إمم، هي دي أصلًا المصنع بتاع الحرق، اهم، فأنا لازم طول الوقت أبقى محافظة عليها. العضلات بتتبني إزاي؟ بتتبني بالأوزان، أوكي، ما فيش حل تاني. الحاجات اللي بتعمل toning زي البيلاتس وكده، بتشتغل على العضلات بس بالtone، يعني بتشد جسمي، إمم. بتخلّي جسمي شكله حلو، بتبني لي شوية muscles، بس الأساس هو الweights والresistance أو التمارين المقاومة والتمارين اللي فيها أوزان. فأنتِ طول على حسب بقى أنتِ اللي تحددي جسمِك قادر يستحمل إيه، لو أنتِ آه، حسيتِ إن ده بضغط عليكِ فهيعلّي الكورتيزول، بالضبط. فهندخل في الloop دي تاني، لكن لو أنتِ عارفة إن أنتِ قادرة ومش حاطط عليكِ عبء تمام، يعني ومش فخلاص. مطلوب منِّك إن أنتِ تزوّدي. أوكي، يعني الرجالة قوة تحمُّلها غير الستات كتير، إمم، وبنى الMuscles بتاعهم أسرع وأسهل بكتير، وهُم عندهم testosterone اللي هو الهرمون اللي هرمون مسؤول الذكورة، عن بُنى إمم، العضلات ده، إحنا عندنا حتّة منّه قد كده، إمم، فمهما عملنا من effort مش هنقدر إن إحنا نبني الMuscles دي، إمم، فبالراحة، يعني أوكي، فاهمة؟ اللي فاهمة، هو لأ، اعملي بس عشان أنتِ تبقي بتقدري تبني، إمم، لكن لمّا التمرين يوصل يعني حتّى الرجالة بتقعد وقت طويل تتمرّن أو بشدة زيادة عن اللزوم أو بتتمرّن بالليل قبل النوم، أنا باقول لهم أحسن لك ما تتمرّنش، لإن إمم، أنت هنا أنت مش بتفيد جسمك، أنت بتحُط stress على جسمك، بتحُط ضغط أكبر. أوكي، أنت داخل أصلًا في المرحلة اللي جسمك محتاج يرتاح يرتاح فيها، فيها، إمم، أو أنت مثلًا المفروض كنت تتمرّن التمرينة دي في ساعة إلا ربع، فأنت طوّلتها لساعتين، طول إمم، الساعة اللي باقية دي أنت جسمك كل ده عمّال بيكسّر أصلًا في العضلات، إمم، أنا هنا أنا عكست، بدل ما أنا هابني أنا هنا باكسّر، وكده، أوكي، كده أصلًا العضلات بتتكسّر في التمرين وبتتبني وإحنا نايمين، إمم، مش بتتبني في التمرين، عشان في ناس برضه آه، بتبقى فاكرة إنه أنا باروح الgym باكل بروتين كفاية، محافظة على أكلي، بس ما بازيدش muscles.
تسأليها تقولي لها بتنامي والّا لأ، ما بتنامش. وبتنامي إمتى؟ إمم، بانام الفجر. طب أصلًا الrecovery أو الاستشفاء بتاع العضلة، اللي هو الوقت اللي العضلة بقى بتبتدي تلئم فيه والغذاء يروح لها إمم، وكل الحاجات الجميلة دي، بالليل وإحنا نايمين، ده أنا زي ما الأطفال كده بانامش. اللي هو أنتم بتطولوا وأنتم نايمين، بالضبط. نقول لهم كده. فاللي هو أيوه. ما بتناميش، إمم، فمش هتبني. إمم، فتحسّي إنه هي cycle. إمم، أنا مش هينفع أبقى مركّزة على حاجة واحدة ومدّياها كل الeffort والحاجات التانية أنا سايباها، إمم، ما ينفعش. ففي الالتهابات أبتدي أتحرّك، أبتدي أعمل شوية مجهود، وفي حاجات بقى لذيذة اللي هو إيه، أروح الساونا، أوكي، أعمل تصريف لمفاوي، مساج للتصريف إمم، الليمفاوي، لإنه أنا آآ العُقَد الليمفاوية اللي هي بيخرج منها السوايل اللي هي مُحمّلة بقى بالملوثات والchemicals والحاجات دي، ما فيش حد كتير عارف هو يفتحها إزاي عشان تصرّف، عشان إمم، كده الناس أغلبيتها عندها water retention من الالتهابات أو حبس مَيّة من الالتهابات دي. إمم، فأنا لازم أروح لمُختص يكون بيعرف يعمل التصريف الليمفاوي دول، أغلبيتهم بيبقوا يا إما دكاترة علاج طبيعي، يا إما بيبقوا هم في الSpa أو في المساج مختصين في اللي هو المساج العلاجي اللي هو أوكي. lymphatic drainage ده. لو والساونا أنا لإنها بتخلّيكِ بالضبط. تعرقي فبتنزّلي مَيّة. بالضبط، فلو إمم، أنا باتمرّن، قلّلت الكافيين بتاعي، بدأت أتعامل مع الcortisol level اللي إحنا رايحين له بقى وهنشوف بنtreat بنعمل إيه؟ الcortisol أو بنعالج الcortisol إزاي، هالاقي إن أنا بجد ما خلاص أنا تمام، أنا ما عنديش التهابات في جسمي، أنا أوكي. كده تمام. لكن detox water بقى عشان تقلل الالتهابات وأحط في المَيّة ليمون ونعناع وأبقى آه، فاكر إن دي ما بتعملش والكركم حاجة. على فلفل لأ أسود على بُص الحاجات دي؟ الكركم خطير، لأ أوكي. الكركم من مضادات الالتهابات القوية جدًا. بُص في 3 حاجات مُصنّفة بعيد عن الsupplements وكده، إن هُم من أقوى مضادات الالتهابات اللي موجودين، اللي أنتِ لو اعتمدتِ عليهم دول magic. إيه هُم بقى؟ أول حاجة فيهم البنجر ماشي، أوكي. تاني حاجة فيهم الزيت بتاع حبة البركة، وتالت حاجة فيهم الكركم. الناس بتستخدم الكركم عشان هي فاهمة إن هو ده أقوى واحد فيهم، بس مش هو الأقوى. إمم. هو مهم جدًا إن إحنا نحطه في الأكل بتاعنا، ونشرب shots مثلًا اللي هي عصاير أو كركم كده، والحاجات دي. إمم. فيها جنزبيل، فيها كركم، والكركم بيتأكتف بالفلفل الأسود، عشان كده عشان هُم كده الاتنين بيحطوه مع بعض. بيتحطوا أوكي. مع بعض بكمية قليلة يعني، والزيت بتاعة حبة البركة ده بس زيت magic حبة بقى. تبقى كده إيه، يتشرب يعني؟ ممكن تشربيه عادي كده بالمعلقة أوكي، وتحطيه على سالاد أو أي حاجة. أوكي. إمم. فإحنا كده خلّصنا الsection بتاع الالتهابات. الالتهابات. ندخل على خُش على الكورتيزول. الكورتيزون، أنا خُش محتاجة على آخُد الكورتيزول. نَفَس. أنا خُش. حسّيت الكورتيزول عالي عندي. الكورتيزول عالي عندنا كلنا بقى دي حالات. لأ، ده كده. بُصّي أصل إحنا دلوقتي أنتِ بتتكلمي في حاجة يعني الضغط والناس كلّها ماشية يعني مضغوطة إمم. نفسيًا يعني بُصّي، ما أنا دايمًا طبيعي. باقول كده، أنت لو مش هتعرف كبني آدم تغيّر الstressors أو الحاجات اللي بتسبب الضغط حواليك، غيّر أنت طريقة تعاملك معاها. إمم. هو ده الحل، لإنه طبيعي أنتِ عايشة في ضغوطات معيّنة، عليكِ مسؤوليات معيّنة، مش في ناس عندها الرفاهية إن هي تغيّر ده عادي، بس إحنا بنتكلّم على الأغلبية اللي ما لا ما بتعرفش عندهمش. تعمل ده. إمم. طَب خلّيك أنت بقى اعرف أنت تهدى إزاي، إمم. ماشي، وبجد، بجد الكورتيزول هو عايز أنا أبقى عارف أعمل لنفسي روتين من أول ساعة باصحى فيها وآخر ساعة بانام فيها، دول أهم ساعتين في يومي. أنا باصحى على إيه هيزوّد معايا كورتيزول والّا لأ، وأنا بانام على إيه فمهدّي نفسي من الكورتيزول والّا لأ، إمم. فلازم أعمل روتين فيهم. في ناس مثلًا بتحب الصبح تصحى تعمل meditation تفطر بالراحة، تاخد مثلًا shower دافي، مش عارف إيه. في ناس بالليل بتحب إن هي تقعد تعمل journaling أو تكتب مثلًا إمم. تطلّع كل الأفكار اللي في دماغها، تقرا، ده برضه بيساعدها إن هي تسترخي شوية. بتاخد حاجات herbal tea أو كده أعشاب زي الكاموميل مثلًا بيهدّيها. أنتِ عايزة تريحي أعصابِك يعني ما هو تقللي لازم. الضغط يعني ما stress أنتِ هرمون. ما أنتِ عايشة في loop. خلّي إمم. بالِك إن إحنا أصلًا أول ما بنصحى من النوم cortisol level بتاعنا المستوى بتاعه بيبقى في أعلى معدلاته. إمم. فشوفي أنتِ هتتصرّفي إزاي. أنتِ هتتصرّفي في حاجات تعلّي لِك الهرمون بتاع الضغط ده، فتعلّيه أكتر، فتبتدي يومِك أصلًا أنتِ جسمِك على آخره، والّا أنتِ هتبتدي تعملي حاجات تهدّيكِ شوية؟ إمم. يعني عارفة فكرة إن هُم الأجانب بتنصح بموضوع إنه اصحى الفجر وابدأ يومك مش عارف إيه. إمم. خلّي بالِك الوقت بتاع الmeditation اللي هو الصلاة بتاعة الفجر دي، أنتِ لمّا بتصحي قبل الشمس ما بتطلع بشوية وبتبتدي تحضّري نفسِك لليوم وتقعدي تصلّي وتكني كده شوية والأذكار بتاعتِك، دي automatically بتقلل الcortisol level اللي هو هيترفع كمان شوية، إمم. ما بتخلّيهوش يترفع بنفس النسبة اللي المفروض يترفع بيها.
أوكي. لمّا تبتدي تدخّلي جسمِك حاجات صحية أو حاجات نضيفة، ده برضه بيقلل من الcortisol level. لمّا يبقى عندِك slow morning اللي هو الtrend الجديد اللي طالع ده، إمم. أنا بابقى عايزة أبقى هادية رايقة كده، هدوء، الصبح آه. وأول ساعة تبقى بتاعتي، كل الحاجات دي بتقلل الcortisol level ودي مش رفاهيات دلوقتي، لإنه بجد يعني هتtest كده أو هتجرّبي، هتشوفي إن أنتِ لمّا بتبقي أهدى شوية، لو صحيتِ بدري شوية وبقيتِ أهدى، يومِك بيبقى ماشي أخف شوية. إمم. لو بقيتِ دايمًا مضغوطة فأنتِ كده خلاص هو تمام. ضغط بيجيب ضغط، يعني هو بيعلى فالعلو بيعمل فبتدخلي في قصة كده ما لهاش أي معنى. طبعًا، وعندِك برضه الphysical activities أو الhabit بتاعتي إن أنا أبقى شخص active وأبقى active within ما أنا محافظ برضه على إن المستوى ده مش ضاغطني، ده بيريّح جدًا، إمم. يعني إن أنا أتمشى ده بيريّح جدًا، إن أنا ممكن ألعب أي رياضة غير الgym، في ناس ما بتحبش الgym مش إمم. لازم. اتمرّني أي حاجة أنتِ عايزاها، انزلي اتمشّي، اعملي لنفسِك الmorning والevening routine بتاعِك، حافظي على نومِك، لإن النوم ده برضه ليه sleeping routine ممكن نقول شوية tips كده سريعة فيها برضه، هتساعدهم إن الcortisol level يهدى. إمم. وفي شوية supplements بقى أنا باخدها، دي مهمة جدًا للcortisol. دي حاجات بتاخديها مكملة مكملات، غذائية مكملات مكملات، ممكن تقلل الكورتيزول. بالضبط، إمم. omega أوكي. 3، أوكي. فيتامين D، magnesium glycinate، والL-tryptophan أو ال5-HTP. إمم. دول ال5-HTP والL-tryptophan دي مادة هي اللي بتصنّع السيروتونين، السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، إمم. اللي هو بدوره بيقلل الcortisol level. أوكي. فيتامين D بيساعد إن أنا لو عندي أي stress أو depression يبتدي يقل. الأوميجا 3 ليها دور كبير أوي في علاج الstress الdepression. المغنيسيوم جلايسينات من أكتر الحاجات اللي بتهدّي في الدنيا. في ناس بقى بتقول لِك الأشواجندا ومش آه، الأشواجندا، أنا الأشوجندا بالنسبة دي لي الأشواجندا ما ما overrated. ما لهاش معنى. طب overrated. في أهم بكتير من الأشواجندا بقى كحاجة herbal هي المورينجا. مورينجا. أوكي. مورينجا دي powder لونه أخضر، شبه الماتشا كده شوية، بس هو طعمه مُر سِنّة، بس المورينجا دي تعتبر كsuper food، يعني لمّا عملوا studies على أهم الحاجات اللي هي جاية من plant based أو مصدر نبات نبات. عشان هي شجرة، إمم. لقوا إنه المورينجا بتساعد في تقليل الكورتيزول بنسبة كبيرة جدًا، لإن هي بتعوّض لي فيتامينات ومعادن أنا محتاجها في جسمي أكبر بكتير، يعني 10 ل20 ضعف مثلًا الحديد والبروتين والمغنيسيوم إمم. والبوتاسيوم اللي موجودين في السبانخ والموز. المورينجا دي اللي هي البتاع الأخضر الكلوروفيل اللي بيتحط على المَيّة لأ ده؟ مش كلوروفيل، أوكي. كلوروفيل دي حاجة تانية. ده حاجات آه، كتيرة أوي. ده ب أوكي. وفي أوكي. سيموس وفي مش عارف إحنا مش ماشي. مش ملاحقين. لاحقين. ماشي. ما هو أوكي. الفكرة بقى برضه أنا عندي اعتراض في الحتّة دي، إن إمم. الناس لمّا بتشوف أي حد آمم influencer أو في الfield مثلًا بتاع الwellness أو الnutrition أو كده، بتلاقي مثلًا الصبح تحط أعمل الreel بتاع آه. الmorning routine بتاعي حاطة 10، 100 حاجة 500 حاجة، وبتاخدها آه. الصبح، لأ، مش مطلوب منِّك إن أنتِ تعملي كده خالص، إمم. ماشي؟ ممكن هي تكون بتmarket لbrands، أوكي. ممكن هي تكون عندها knowledge كفاية أو هي واصلة لمرحلة في الوعي بتاع الwellness بتاعتها والwell being إن هي قادرة تاخد دول وهي تمام، بس أنتِ بجد لو حسيتِ إنه مطلوب منِّك إن أنتِ تعملي كل الحاجات دي، مش هتعملي حاجة. أنا بالنسبة لي ابتدي بحاجة واحدة، الحاجة دي استمري عليها، اتقدمي فيها progress حتى 1% كل يوم وبعد كده نقلي على بعدها. بس. طيب أنتِ الvitamins اللي قُلتِ عليها أو المكملات الغذائية دي يتاخدوا إمتى، الصبح، بالليل؟ بُصّي، الأوميجا 3 بتتاخد بعد الفطار، فيتامين D بيتاخد مع وجبة فيها دهون صحية، سواء بقى كانت الفطار، سواء كانت الغدا، المغنيسيوم جلايسينات قبل النوم، والL-tryptophan قبل النوم. والمورينجا دي المورينجا powder خديه عادي في نُص تاخدي اليوم في أو أي في وقت؟ أول اليوم أوكي. عادي، وفي إمم. منها capsules كمان لو الناس ما بتحبش طعمها. إمم. طيب إحنا بس كده خلّي بالِك، إمم. ما ينفعش برضه حد ياخد أي حاجة من supplementations من غير ما يسأل حد مختص، أوكي. لإنه مثلًا بجد كنت باتكلم مع حد من صحابي وباقول لها خدي مغنيسيوم عشان كذا، 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 قالت لي: "لأ، مش هاخد مغنيسيوم ده تاني، ده إمم. عمل لي 1، 2، 3 side effects." فباقول لها مغنيسيوم جلايسينات، قالت لي: "هو كان جلايسينات." فقُلت لها: "طب ممكن تصوري لي البتاع، إمم. العلبة أيوه. بتاعة المنتج يعني؟" فراحت قالت لي: "ماشي." خدِت مغنيسيوم نوع تاني، والمغنيسيوم فيه كذا form منّه، إمم. وكل form منّه أو مصدر يعني أو شكل
بيعالج أعراض معيّنة، وفي form لو خدتيها وأنتِ مش محتاجاها ممكن يقلب معاكِ بآثار جانبية، الآثار الجانبية دي ممكن تدخّلِك في هلوسة واكتئاب أوف! أوكي. فاهمة حاجة؟ آه. فهي كانت فاهمة إنه ده المغنيسيوم اللي بيريّح، آه. فاتصلت بالصيدلية وخدته. فقلب معاها، فاللي هو أنا واخدة المغنيسيوم عشان يقلل لي ال الكورتيزول وعشان أنام، علشان أنا بقيت بانام فضربات قلبي بتبقى سريعة، فبييجي لي أوكي. anxiety فبييجي لي فاهمة؟ فأحسن إن أنتِ وهي مش تكوني مدركة يعني أنتِ إن أحسن إن هو أنتِ ده يكون دكتور وعملتِ تحاليل ويشوف التحاليل وبعد كده يقرر؟ آه. أوكي. وبالذات برضه عشان الفيتامين D في ناس already بيبقى فيتامين D عندها كويس، ما أنا ممكن فأنتِ يحصل ما لي تاخديهوش. toxicity أو تسمُّم من زيادة فاهماكِ. الفيتامينات، في ناس ما بتبقاش فاهمة كده، بتاخد أوكي. مثلًا multi vitamins أو بتاخد فيتامينات معيّنة عشان حد بياخدها عشان بيقول لها الفوايد بتاعتها كذا، إمم. فتيجي هي بجد ما تكونش محتاجاها، minerals معيّنة مثلًا زنك، حديد، الحاجات دي لو هي عندها بكمية كويسة كل ده هيبقى تراكم في جسمها، هيتّرجم إن هو سموم فهيعمل هتعمل التهابات في التهابات. الجسم، أوكي. حتى لو الحاجة حتى لو حاجة صحية، صحية. فاهمة؟ طيب يعني إمم. أتمنى يكون الموضوع بحر 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 ما معلومات. لخبطناش الناس زيادة، بس يعني I guess إن هُم كده فاهمين. إمم، طب خلّصنا بقى برضه ندخل على الحاجات الtrending التانية، إمم، حقن التخسيس. إمم، يعني قولي لي أصلًا حقن التخسيس أنتِ رأيِك فيها إيه، وهي بتعمل إيه في المُخ؟ يعني ما حاضر، حدش فاهم أوي برضه هو أنا ليه باخد Ozempic والّا Mounjaro والّا الحاجات دي باخس آه، ليه؟ ماشي. الأوزمبيك غير المونجارو، هُم الاتنين أصلًا أدوية إمم. مُصنَّفة إن هُم يعالجوا مرض السُكّر من النوع التاني. لمّا الناس اللي عندها سُكّر خدتهم ولقوا إن هُم بيقللوهم في الوزن، فبدأوا إن هُم يتعارف عليهم كإنهم إن هي أدوية بتستخدم في الweight management أو في نزول الوزن، أوكي. تمام؟ إمم. بس هُم كانوا معمولين عشان كده؟ لأ، ماشي؟ المونجارو خدت FDA approve في الweight management أوكي. تمام، FDA approve دي اللي هي الهيئة بتاعة الدوا اللي لازم الدوا ياخد التصريح منها عشان يقول هو ينفع يستخدم في العرض ده والّا لأ. فالهيئة دي قالت إنه يا جماعة دي بتاعة قالت تخسيس عادي. قالت إنه أوكي، أوكي. ها. تمام، طيب الناس بقى ليه في مشاكل منها؟ عشان في conditions معيّنة أو احتياطات معيّنة أو زي إيه، اسمها إيه بالعربي؟ اللي هو زي ليستة كده ليستة الشروط، إمم. لازم الشروط دي تبقى موجودة عندك عشان أنت تقدر تاخد المنتج ده. إيه بقى الشروط فاهمة؟ دي؟ أولها إن أنت لازم يكون الbody mass index هاشرح لِك إيه الbody mass index أكبر من 30 body mass index دي اللي هي فرق الوزن على مربع الطول، اللي هو المؤشر اللي بيقول لك هو أنت وزنك ده كده دلوقتي متصنف في أي حتة، أنت إمم. تحت الوزن الطبيعي، أنت في الطبيعي، أنت زيادة والّا أنت وصلت للobesity يعني اللي في هو الخطر. السمنة، أنت داخل أكتر من 30 كده أنا خلاص أنا داخل في سمنة. أوكي. تمام؟ فهنا يعني ما ينفعش واحدة مثلًا يبقى طولها 160 ووزنها 65 وتبقى عايزة تاخد مونجارو وأوزمبيك عشان هي زايدة في الوزن، إمم. ما هنا في side effects وفي severe يعني الside effects أو الآثار الجانبية بتاعتها هتبقى شديدة، عكس ما أوكي. حد يبقى محتاج الحاجة دي أو هو مناسب ليه إن هو ياخد المنتج ده. إمم. تاني حاجة الحاجات اللي هي بقى chronic أنا أو مزمنة، أنا عندي مثلًا ضغط عالي ووزني ده مأثّر عليه، أنا عندي سُكّر و وبرضه الوزن مأثّر عليه، أنا عندي chronic stress أو كورتيزول عالي عمّال يبوّظ كل حاجة في جسمي فمأثّر عليه، فدي دي أنتِ بتقولي دي بس الحالات اللي آخُد اللي فيها والّا ما ينفع آخُدش؟ آخُد فيها، ينفع آخُد فيها. آه، أوكي. دي اللي ينفع آخُد فيها، إمم. اللي ما ينفعش آخُد فيها إن أنا أكون تحت الbody mass index بتاعتي تحت ال30 إمم. إن أنا ما يكونش عندي أي أمراض مزمنة مضايقة الوزن بتاعي، إن أنا أكون حامل، إن أنا أكون بارضّع، إن أنا أكون عندي أي أمراض ليها علاقة بقى بالقلب والحاجات دي والكلى والكبد، ده ما ينفعش تمامًا. إمم. عشان كده في تحاليل معيّنة أي حد بييجي خلاص الشروط دي أوكي موجودة فيه، طَب اعمل التحاليل الفلانية وتعالَ نشوف أنت أوكي والّا لأ، والناس برضه اللي عندها history من الغدة الدرقية، لو حد في العيلة كان عنده غدة درقية أو هو عنده ما ينفعش، لإنه في side effect واضح جدًا وهُم عالنين عنه إنه أي حد كان عنده تاريخ في العيلة ليه علاقة بالغدة الدرقية، إمم. وارد إن هو ممكن ييجي له كانسر في الغدة الدرقية بسبب استخدام المنتجات دي، أوكي. فأنت إيه، اللي هو تبعد عنها تمامًا، اللي هي ليها أضرار، طبعًا، فاللي هو زيها زي أي زي حاجة أي يعني، دوا، فاللي هو لو هتحتاجي لها أوي لازم تكوني أنتِ حاجة لازم كأنها تكوني علاجية برضه، اللي هو بالضبط، أنتِ مش مش رفاهية إنِّك رفاهية عايزة يعني، تخسّي. دي حقيقة. إمم. هُم بقى بيعملوا إيه؟
الأوزمبيك مختلفة عن المونجارو. الأوزمبيك المادة الفعّالة بتاعتها اسمها سيماجلوتايد. هي كلّها peptides. الpeptides دي حاجة شبه الgrowth hormones كده أو الهرمونات بتاعة النمو، بتخش على الخلية بتعمل وظيفة معيّنة. إمم، ماشي؟ فهي الsemaglutide اللي موجودة في الأوزمبيك بتشتغل على هرمون اسمه GLP-1. إمم، الGLP-1 ده بيعمل إيه؟ ده بيتفرز من الgut أو الأمعاء بتاعتنا، بيشتغل على 3 حاجات، إن هو بيحفّز الإنتاج بتاع الأنسولين، فبيعلّي الحرق شوية، إن هو بيقلل هرمون اسمه glucagon اللي هو بيتفرز لمّا السكر بيزيد في جسمي، فبينظّم برضه الحركة بتاعة السكر وبيقلل مستويات السكر في الدم، فما يخلّيش الجسم يخزّن سكر أكتر، وبيشتغل على إن هو يبطّئ الهضم بتاع الأكل والامتصاص بتاعه، فأنا أحس إن أنا شبعان في جهازي الهضمي أو أوكي. معدتي مليانة أكتر ولفترة أطول. وآخر حاجة بيشتغل على إشارات في المُخ بيقول للجسم إن أنا كده أنا شبعان، أنا تمام، إمم، بطريقة مش مؤذية. أوكي. ماشي؟ فدي الوظيفة بتاعة الGLP-1 فأنتِ عشان كده كده هو كأنِك بيخسِّس. قللتِ الشهية وقللتِ الcravings. بالضبط. أوكي. أنا قلّلت الcravings، قلّلت الشهية، خلّيت الأكل في جسمي لفترة أطول، قلّلت الcaloric intake اللي أنا باخده أو كمية السعرات اللي بتخش لي، وفي نفس الوقت قعدت أضبّط بقى الإشارات بتاعة مُخّي هو بيشبع إمتى، إمم، فهو فَهَم أنا شبعان عند الحتّة دي. أوكي. تمام؟ اللي بيزيد بقى عليها في المونجارو إنه في هرمون كمان اسمه GIP مع الGLP-1 ده. إمم. GIP بقى بيعمل إيه؟ ده ليه دور بقى كبير أوي في الfat metabolism أو إن هو يساعد في الحرق بتاع الدهون اللي موجودة جوّه الجسم. فدي تمام؟ زيادة عن الأوزمبيك إن هي بتحرق كمان. إن هي بتحرق وإن هي كمان بتsupport أو بتدعم GLP-1 في إن هو يحفّز إنتاج الأنسولين أكتر، لكن ليها علاقة بسد الشهية؟ لأ، ما لهاش علاقة. أوكي. فهو أنا هنا بابقى خدت سَد الشهية والبطء بتاع المعدة والإشارات بتاعة المُخ والإفراز بتاع الأنسولين وتقليل الجلوكاجون من الGLP-1 وأزوّد عليه الGIP اللي يساعدني في إن أنا أحرق دهون أكتر ويساعد كمان GLP-1 ده في إن هو يزوّد الإفراز أو يحاكي الإفراز بتاع الأنسولين. إمم، هنا الإيفكت أعلى كتير. أوكي. وسبحان الله في الأوزمبيك الside effects أعلى، رغم إن هو النتايج بتاعتها أقل، أقل. بس إمم. الside effects بتاعتها أعلى، عشان كده كل الشكوى بتيجي من إنه أنا خدت أوزمبيك حصل لي شلل في المعدة، حصل لي مش عارف إيه في التهاب المعدة. في البنكرياس برضه أولًا فيها. هُم مش بيبقوا مناسبين إن هُم ياخدوا الحاجات دي، إمم، عشان كده بيحصل لهم كده، مش هتلاقي أي حد مناسب ليه إن هو ياخد الدوا ده حصل له أي حاجة من اللي إحنا بنسمعها على السوشيال ميديا. أوكي. والمونجارو الside effects بتاعتها قليلة جدًا، وحاجات يعني هادية، اللي هو أنا حاسس بدوار مثلًا، إمم، حاسس بvomiting عايزة أرجّع، بطني فيها شوية كركبة، مقريف، إمم. يعني فاهم حاجات كلّها ليها علاقة بالجهاز الهضمي، ما فيش حاجة اللي هو أنا هابقى بني آدم عادي رايح شغلي وتمام، وفي variations يعني في اختلافات بين كل حد والتاني، إمم. أنا ممكن ألاقي side effects دي عليَّ مش موجودة أصلًا. ممكن أنتِ لأ، تبقى موجودة شوية، ممكن حد تاني تبقى يبقى قوية، أوكي. ممكن أنا مثلًا تبان عليَّ من أول مرّة، من أول ما آخُدها، اهم. ناس تبان عليهم بعد 3 أيام، ناس ما تبانش عليهم أصلًا. طب عايزة أسألِك سؤال، أنتِ إمم، دلوقتي اللي أنا فهمته إن دي حاجات برضه مؤقتة، أنا أول ما طبعًا، أوقّفها ما هو أنا هارجع تاني طبعًا. عشان إيه بقى؟ ما هو هنا إحنا القصة كلّها دايرة حوالين إيه، الlifestyle بتاعك. إمم، لو أنت مفكّر إن في حاجة هتيجي تنقذك وهتبقى هي الmagic اللي هيوصّلك للحاجة اللي أنت عايزها وتفضل مكمّل، لأ. إمم. لو أنت ما كنتش ذكي كفاية أو أنتِ بقى ما كنتيش أيوه. ذكية كفاية آه. في إن أنتِ تفهمي إن دي عوامل مساعدة بتختصر عليكِ وقت ومجهود، بس أنتِ جنبها لازم تصلّحي 1، 2، 3 كويس. أوكي. طريقة أكلِك لازم تتصلّح، بُقِّك لازم يتقفل، إمم، الhabits بتاعتِك أو عاداتِك لازم تتضبّط، لازم تشتغلي على cortisol ولازم تضبّطي نومِك، لإنه الحاجات دي هي المتحكمة في الشهية. إمم، هُم الحاجتين دول، إنه أنا أكون ما بانامش كويس، فبييجي لي اللي هو الlate night cravings دي، نتيجة إن أنا خلاص أكلي خلص، إمم. فأنتِ الجسم فأنا جعان لسه يعني. قاعد، إمم، فأنا جسمي عايز وبعدين أنا جسمي مترجم دلوقتي إن أنا في ضغط، إمم، ما هو السهر stress إمم، فأنا في ضغط، فأنا كورتيزولي عالي، فأنا السكر بتاعي قليل، أنا عايزة آكل، إمم. بس أنا لو بانام زي المواعيد الطبيعية اللي أنا المفروض أنام بيها، أنا مش هاخش في الدايلاما دي الحتّة خالص. دي. أوكي. فهي برضه صح، هي عوامل مساعدة هتختصر عليّا وقت ومجهود، وهتساعدني في إن أنا أقدر أعمل ده، بس لو أنا
ما عملتش مجهود من الناحية التانية، هافضل بقى إيه، زي ورقة الدايت زمان قبل ما يخترعوا بالضبط، الحاجات دي، ما أنا باوقّف دايت على لحد ما أوصل للنتيجة بتاعتي، باقعد شهرين بعيد عن الدكتور، إمم. بارجع أتخن تاني أقول له الحقني وأفضل هي زي شغالة كل في حاجة، زي العملية حتى الناس اللي بتلجأ للعملية، ما أنتِ ممكن طبعًا. العملية بطنِك تفتح تاني لأ مش وتتقطع. ممكن، ده 70% من اللي بتتقطع. بيعملوا sleeve إمم. بيرجعوا من القصة دي تاني، لإن هُم بقى بيستسهلوا، ما بيعرفوش ياكلوا كويس، فبيعتمدوا على حاجات كلّها سُكّر، إمم. عصاير بقى وDesserts ومش عارف إيه، حلويات وكده، فالسُكّر ده بيرجع يوسّع المعدة تاني، بالضبط، يعني المعدة بتصغر لمّا أنتِ بتحاكي اللي هو الصُغر ده، لكن هي حجمها ما بيصغرش غير لمّا إمم. بتتقص. أوكي. تمام، لكن أنا باعرف إن أنا أصغّر حجم معدتي بإن أنا أعوّدها إن أنا باكل كميات قليلة، بإن أنا أوسّع الفترات بين الأكل، بإن أنا أملاها ألياف fibers، بإن أنا أشرب مَيّة، بإن إمم. أنا أعمل مجهود، ده اللي بيصغّر حجم معدتي، بس هي حجمها فعليًا موجود زي ما هو، أوكي. تتقص كده صغرت، تكبر تاني تكبر عادي زي عادي. البالونة، لو أنا قصّيتها ترجع تتنفخ تاني وتكبر تاني وترجع تشيل كمية أكل تاني، فأنا بعد سَنة من العملية ألاقي إن أنا رجعت بقيت overweight أو إمم. دخلت في سِمنة تاني. طب عايزة أسألِك يعني آخر سؤالين، يعني إمم. أول سؤال بُصّي السؤال ده يعني جه بتاع من كل الأسئلة اللي جات لنا كلّهم يعني نفس الشكوى، إيه؟ البطن، يعني الكبش من الآخر، يعني والله هو العظيم، إيه والله حلّه؟ العظيم، كل اللي إحنا قُلناه ده هو ده حل البطن، أوكي. لإن البطن المتحكم فيها هو الكورتيزول والإنسولين، بالذات تخزين الدهون في الlower belly fat اللي هي المنطقة بتاعة البطن اللي تحت دي، هم دول الهرمونين اللي متحكمين فيها، أوكي. أقلل كورتيزول جسمي مش هيخزّن هنا، إمم. أقلل إنسولين جسمي مش هيخزّن هنا، وإحنا قُلنا الكورتيزول هنعمل فيه إيه، طب الإنسولين أعمل فيه إمم. إيه؟ الأكل بتاعي يبقى فيه بروتين عالي، كل الوجبات بتاعتي فيها بروتين. البروتين اللي هو اللحمة والسمك والفراخ والبيض أوكي. والألبان والحاجات دي. الcarbohydrates أو اللي هي النشويات نشويات. والسكريات، إمم. أعتمد على مصادر اسمها كربوهيدرات مُعقّدة، اللي هي بتقعد في جسمي لفترة طويلة، بتاخد وقت على بال ما بتتهضم وبتشبّعني ومش بترفع مستوى السُكّر عندي، زي إيه، زي الحبوب الكاملة، زي البقوليات، زي البطاطا، زي البطاطس، دول مفيدين جدًا، إمم. تمام، وأقلل أمشي على low carb diet، المفروض أصلًا البني آدمين كلّها تمشي على low carb diet إلا لو حد بيgain muscles أو عايزة يبقى عندها يطلّع muscle. muscles إمم. أكتر، هنا بيبقى في حسبة تانية. أوكي. بس الlow carb diet من أكتر الحاجات اللي بتخلّي الinsulin sensitivity أو حساسية الخلايا ناحية الأنسولين تبقى أعلى، وبالتالي حرق السكر اللي بيخش في جسمي ده كمان يبقى أعلى بكتير. إمم. أعمل صيام متقطع، في ناس تقدر تعمل وفي ناس ما تقدرش تعمل، صيام متقطع ما هوش magic، ما هوش سحر، إمم. يعني هو بيساعد في إنه أنا البطن تنزل والحرق بتاعي يبقى كويس، بس لو أنا أقدر أعمله، لو أنا مش هاقدر أعمله ما اعملوش، أوكي. تمام؟ النوم بتاعي يبقى تمام، عشان ده برضه بيرفع الأنسولين، أدخّل ألياف، أشرب مَيّة كويس، أتحرك، أعمل مجهود، أوكي. دي الحاجات اللي هنا أنسولين وهنا كورتيزول، إمم. ضبّطت الحاجتين دول حتى لو أنا ما باعملش دايت، أنا هنا ما أوكي. قُلتلهاش كُلي كام جرام وما حددتلهاش أكل معيّن وما إمم. عملتش حاجة، أنا هنا بس باقول لها ابتدي شيلي الحاجات الغلط من الsystem بتاعِك أو من الlifestyle بتاعِك، وأنتِ شوفي تأثير الحاجات دي هتبقى عاملة إزاي، أوكي. دي البطن. طيب إحنا قُلنا الهرمونات بتفرق وبتخلّي الجسم يختلف، في بقى فترة بتاعة الستات اللي بتعدّي بيها اللي هي menopause، إمم، انقطاع الطمس، طب دي بتأثّر إزاي؟ بُصّي، العامل الرئيسي كلّه في القصة الأستروجين، اللي إمم. هو الsexual male hormone أو الهرمون الأنثوي اللي موجود عندنا، هو الأستروجين ده هو اللي بيلعب الدور بتاع القصة دي كلّها. لمّا بيحصل menopause الأستروجين بيحصل له drop، أوكي. بيقل. نتيجة إن الأستروجين بيقل، الأستروجين أصلًا بيعمل إيه، هو بينظّم توزيع الدهون على الجسم كلّه، إمم. فبيحصل خلل. فتيجي بقى الدهون بدل ما تتخزّن في رجلي أو في دراعي automatically بتروح للabdomen area، إيه الabdomen area؟ الarea اللي هي بتاعة البطن. البطن دي، اللي هي بقى البطن بالجناب، أوكي. بطني من فوق، تبتدي بقى يحصل shifting أو هو يبدِّل، بدل ما هي كانت رايحة تخزّن هنا، تروح تخزّن هنا. أوكي. دي حاجة. الحاجة التانية برضه لمّا الأستروجين بيقل، بيأثّر على الinsulin sensitivity الحساسية بتاعة الأنسولين.
بيحصل خلل في الإفراز بتاع الأنسولين، وبالتالي الخلية ما بتبقاش حاسة بالأنسولين هو الأنسولين بيعمل إيه؟ إمم، بيدخّل السكر اللي بيخش الجسم ده للخلية عشان تستفاد بيه في إنتاج الطاقة. إمم، طب أنا دلوقتي الأنسولين موجود بيخبّط على الخلية، افتحي عشان أدخّل السكر، الخلية مش سامعاه. إمم، دي مقاومة الأنسولين. أوكي، فكل ما حساسية الخلايا للأنسولين قلّت، كل ما المقاومة زادت، كل ما الsugar level أو مستوى السكر بتاعي عِلي، كل ما جسمي بقى بيخزّن السكر ده أكتر كدهون. أوكي، فهو بيعمل كده، إمم، فبتلاقي إن توزيعة الدهون اتغيّرت، وكمان الجسم بقى حساسيته ناحية الأنسولين مش تمام، فأنا بقيت باخزّن دهون أكتر. غير كده كمان بيحصل loss لminerals أو فقد لشوية معادن، vitamins إمم، ومعادن وكده، أشهرهم مثلًا الكالسيوم وفيتامين D، فده يبتدي يأثّر على العضم بتاعي ويبتدي يأثّر على العضلات بتاعتي. لو حصل أي برضه تغيير في الphysical activity بتاعتها، لو هي حد كان متعوّد يتمرّن ولمّا حصل القصة دي، هي بدأت تحس إن هي ما لهاش نِفْس، لإنه في أمّا نفس أعراض، أنتِ إمم، عندِك hot flashes بتحصل أو إمم، النوبات الساخنة، عندِك عرق حاجات طول نفسية الوقت، كمان، عندِك depression إمم، أو ضغط نَفْسي أو قَلَق أو بتاع، أنتِ ما بتبقيش مرتاحة. إمم، فاهمة؟ فده بيأثّر على الquality بتاعة أو الجودة بتاعة الlifestyle بتاعِك، فتلاقيكِ مكسّلة تتمرّني مش عارف إيه، إمم، الmuscles تبتدي تقِل أو العضلات تقِل، إحنا قُلنا مع السِن كل سَنة بنفقد percentage أو نسبة معيّنة من العضلات العضلات، بتاعتنا، آه، فأنا دلوقتي عندي خلل في الأستروجين وعندي خلل في الأنسولين وعضلاتي عمّالة بتُقع، ده automatically هيودّيني لإنه أنا الmetabolism أو الحرق بتاعي باعمل كده. هنعمل إيه بقى في المشكلة دي؟ هاقول لِك هنعمل إيه، ما ت هي نفس القصة آه، بُصّي، أول حاجة لازم، لازم هنا بقى هنا في weights وresistance هنا في تمارين مقاومة وتمارين أوزان، أوكي، لازم أبني عضلات، إمم، دي أول حاجة. لازم تاني حاجة أlower أو أقلل الcortisol level بتاعي، لإن أنا بابقى هنا بقى level الstress أكبر مشكلة أي موجودة وقت، عندي إمم، لو أنا بني آدم عادي. فإحنا عرفنا إيه الطريقة اللي هنقلل الcortisol بيها. برضه لازم أحافظ على جودة نومي، لإنه أنا كل المشاكل تقريبًا اللي بتحصل لي من الأعراض بتيجي قبل النوم بشوية، فلازم أعمل sleeping routine. أشهر 4 حاجات لازم أركّز عليهم في النوم بتاعي، إن أنا أضبط ميعاد للصحيان بتاعي مهما كنت بانام الساعة كام، يعني أنا قررت إن أنا هاصحى الساعة 09:00 لو نايمة الساعة 8:00 هاصحى الساعة 9:00 أوكي، وأول ما أصحى لازم أعرّض نفسي للنور بتاع الشمس، لإنه هنا عارفة المقولة بتاعة هو أنا جسمي بيعرف منين إن أنا الصبح إمم، أو بالليل؟ لأ هو بيعرف لإنه أنا عندي حاجة اسمها circadian rhythm، ده مصطلح علمي معناه إنه الحاجة اللي بتضبط مواعيد صحيانك ونومك، أوكي، اللي هي بتخلّيك هنا تبقى active وهنا تبقى inactive وعايز تنام. إمم، فأول ما أصحى لازم أعرّض نفسي للنور بتاع الشمس، ماشي، وقبل ما أنام باعمل method اسمها 3، 2، 1. 3 ساعات ما فيش أكل قبل النوم، ساعتين ما فيش أي حاجة تتشرب قبل النوم، وساعة ما فيش screening ولا blue light ولا موبايلز ولا اسمها إيه دي، تلفزيون ولا ولا أي أي حاجة. أوكي، فده كده الصبح وده كده بالليل. الكافيين بتاعي 6 ساعات قبل النوم، ولو شربته بعد كده طبيعي إن أنا ييجي لي أرق، أوكي، تمام؟ وآخر حاجة شوية supplements بقى، زي إمم، الsupplements بتاعة الكورتيزول هي شبهها جدًا. أنا باخد حاجة برضه فيها التريبتوفان أو 5-HTP، باخد فيتامين D، باخد المغنيسيوم جلايسينات، وهنا ممكن آخد ميلاتونين اللي هو الهرمون اللي بيساعد على النوم، الدخول في النوم. أوكي، فدي الsupplements بتاعة النوم، فأنا هنا عملت sleeping routine أو أنا ضبّطت النوم بتاعي وضبّطت الكورتيزول وضبّطت الphysical activity بتاعتي أو المجهود اللي أنا باعمله وخلاص عرفت إن أنا لازم أتمرّن وأبني عضلات. الdiet بتاعي بقى إمم، أزوّد حاجات بقى فيها estrogen شوية، flax seeds البذور اللي هي بتاعة كدّان، الكتان، دي خطيرة من أكتر الحاجات اللي هي بترفع الأستروجين، اسمها phytoestrogen. الصويا مثلًا ممكن أستخدم اللبن بتاع الصويا، بس برضه مش بكميات كبيرة. إمم، أستخدم مثلًا supplements بترفع لي برضه الأستروجين زي الprime rose oil مثلًا بالليل، دي باستخدمها. ففي شوية supplements إمم، أنا المفروض إن أنا آخُدها بتحسّن لي ده، بقية الsupplements نفس اللي إحنا قُلناه، اللي هو حاجات مثلًا تبقى بتقلل الكورتيزول، حاجات تبقى إمم، بتساعد على الsleeping، حاجات بقى تدّيني multi vitamin بس يكون قوي، إمم، زي الحاجات اللي هي بتبقى +50 مثلًا أو كده، دي أوكي، تركيزات الفيتامينات والمعادن اللي فيها بتكون مناسبة للمرحلة دي إن هي بتدّيني effect أكتر. أوكي، مفيد والّا لأ فعلًا؟ إمم، خَل التفاح، مفيد جدًا.
صيام متقطع. على حسب. أوكي. الكركم مع الجنزبيل على فلفل أسود. أكتر حاجة مفيدة للالتهابات. أدوية التخسيس. إيه أدوية التخسيس؟ مش الحقن، الأدوية بقى اللي هي ما هو على حسب. الأدوية والأعشاب والحاجات ما هو بُصّي، في حاجات مفيدة ودي mainly بتبقى supplements كلّها، أها. بس كأدوية اللي هو الأدوية اللي بتحرق كذا وبتعمل مش كذا، لازمة؟ لأ، ما ما بتعملش لهاش حاجة. لازمة؟ أوكي. chia seeds. تمام، لإيه؟ عشان إيه؟ إن هي بتشبع ومش fullness عارفة إيه. أوكي. ماشي، بس إمم. ما ينفعش أعتمد عليها يعني لوحدها، هي مفيدة ك ك كبذرة فيها فوايد، اهم. بس مش هي اللي هتخسّسني يعني. طيب matcha. بصراحة. بمنتهى الصراحة. أنا صراحة إمم. مش شايفة الmatcha ليها أي لازمة، أوكي ولا أنا. يعني في ناس هتزعل مننا كتير على القصة دي، بس يعني خدوا أي حاجة، خدي مورينجا، أنا أوكي. بالنسبة لي المورينجا أقوى من الmatcha بكتير أوي. طيب الليمون على المَيّة الصبح أشربها أول ما أصحى دي، عشان إيه بقى؟ ما أعرفش بيقولوا بتخسِّس. لأ، لأ، مش مفيدة، اشمعنى؟ لأ. طب شكرًا ما فيش حاجة مفيدة. شكرًا شكرًا. شكرًا جدًا. لأ، إحنا قُلنا خَل التفاح قُلنا مفيد جدًا. المفروض أيوه. بس بجد يعني أنا تعبت لِك شكرًا الصراحة، جدًا. يعني في معلومات كتير يعني تعبت، بس بجد أنا اتبسطت thank you. جدًا والله، أنا شكرًا إن اللي أنتِ thank you. جيتِ يعني أنا عارفة إن الموضوع عمره ما هيبقى في حلقة واحدة، بس يعني إن دي شاء الله حقيقة. نضبّطها مرة تانية، إن شاء الله. وشكرًا إن أنتِ جيتِ. شكرًا thank you جدًا. بجد. إمم. thank you يا جد.